السلام عليكم. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد. عايز اقول لك هو احنا ليه بنراقب حياة بعض على السوشيال ميديا؟ الحلقة دي هتخليك تعيد التفكير. عايزك تعترف اخر مرة فتحت بروفايل حد ولفيت فيه 3 سنين كانت امتى؟ ليه بقى عندنا هوس ان نشوف مين اتصور مع مين وراح فين واكل ايه؟ زمان لو كنت عايز تعرف حاجة عن حد كان لازم تسأل او تقابله، دلوقتي تكفي بضغطة واحدة وتلاقي نفسك غرقان في صور وذكرياته. الموضوع مش بس فضول طبيعي، الدراسات بتقول ان السوشيال ميديا بتنشط مركز المكافأة في الدماغ، نعرف معلومة جديدة عن شخص بنفكر فيه. والخطر إن الهوس ده ساعات بيخلّينا نقارن نفسنا بالناس طول الوقت، ونحس إن حياتنا أقل منهم. بس في سؤال، هل اللي بنعمله ده فضول بريء والّا تعدّي على خصوصية الناس؟ ولو حد عمل معاك كده هتحس اهتمام والّا تطفُّل؟ في النهاية الموضوع مش إن الفضول غلط، الفضول طبيعي، بس لمّا يتحوّل لهوس يخلّيك مش عايش حياتك علشان عايش في حياة غيرك. هنا تبقى مشكلة. قبل ما تفتح بروفايل حد المرّة الجاية اسأل نفسك، هل اللي باعمله ده هيضيف لي شيء والّا بيضيّع وقتي وطاقتي؟